السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أطباق وحلويات اقتصادية. اليوم جيت لكم قريوش التقليدي، قريوش السنبلة اللي يحبوه جميع الجزائريين. لازم يكون في طبقنا رمضاني على طاولة سهرات رمضانية، وحتى في اعياد الفطر او حتى عيد الاضحى. لما لا؟ شوفي كيفاه يجي حضرته بطريقه سهله، وطريقه فيها كما نقولوا اسرار، وفيها طرق. يعني لازم تتبعيها حتى يجيك مورق كيما هكا ويجيك خفيف. راهو كيما نقولوا راهو يشهي، يعني ما يعني الصوره راهي توضح عن ذلك. قبل ما نبداو ما نساو الصلاه والسلام على رسول الله، وما تنساوليش حباتي بهذاك اللايك وهذاك الاشتراك، راهو يدعمني. ونشكر جميع من يعني يدعمني ويشجعني. عندي هنايا في بسم الله، عندي هنايا في جفنة، عندي الفارينة هنا كيلت بالكاس اللي يوزن 220 مليلتر. وزنت 4 كيلات ممسوحين من الفارينة أو ما يسمى بالطحين. عندي هنا على راس المغرف الصغيرة ملح. وهنايا عندي خميرة الحلويات اللي هي ملعقة صغيرة. انا هنا الكيس راهو خلاص لي، راهي ملعقه صغيره خميره الحلويات. في الفيديو هذا راهو فيديو شويه طويل، ما تقلقوش، فقط لانه راهو مليء بالاسرار، مليء يعني بطرق مبسطه، حتى يعني من الفيديو راكي تفهميه ويعني واضح جدا. عندي هنايا فانيليا ملعقه صغيره مملوءه فانيليا. هنا الفانيليا سواء متوفره عندك سائله او البودره. نضيف هنايا نصف ملعقة صغيرة خميرة الخبز. وهنايا عندي الكاس اللي وزنت به الفارينة، نوزنو به السمن او نوزنو به الزبدة. هنايا انا متوفرة عندي زبدة نباتية اللي هي صول، وانتي تستعملي لابيل صول ماني يعني متوفرة عندك. نحطوها على الفارينة ونبداو هنايا في الحك. شوفي كيفاه نبداو نلمو فقط بالعجينة هكا، ومن بعد نبداو نحكو بين راحة اليدين. حكي جيدا حتى يعني ما تكونش عندك هذيك الكويرات. من بعد كي تلميها وتطرحي العجينه تلقاي هذيك الكويرات الصغيره هذيك من السمن. لانك وعلاه؟ لانك هنايا مراكي ما حكيتيش الفرينه تاعك، يعني ما عطيتيهاش حقها في هذيك الحك بين راحه اليدين. تبعي فقط الفيديو هذا، قلت لك مليء بالنصائح، وراني متاكده كي تتبعي الفيديو راكي تنجحي فيه يعني 100%. نجيب هنايا بيضة. البيضة ما يكونش ما يهمش حجمها، سواء كبيرة صغيرة، المهم بيضة تكون بحرارة الغرفة. قبل ما نحطوها هنايا على الفرينة نخلطوها من الأحسن جيدا، ونضيفوها للخليط تاع الفرينة. وهنايا نزيدو ندخلوها كما تلاحظي هكا بيديا، ونبداو نحكو هنا وندخلو حتى يعني نتهناو نتخلصوا من هذيك الصفيرة البيضة هذاك اللي بان. نمزجوها جيدا. صلوا على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يا رسول الله. هاي هنايا خلطتها جيدا، يعني عطيتها حقها في الخلط. نروح نجيب هنايا عندي كأس اللي وزنت دائما به. عندي نصف كأس ماء ونصف كأس ماء الزهر، يكونوا نوعا ما دافي. هذا سر، يعني تصلح لك العجينة تاعك الماء يكون دافئ نوعا ما. نبداو في الرش هنايا الفرينة تاعنا، نبداو في الرش ونلمو. هنايا هذه مش عجينة الصابلي، هنايا يعني عجينة الصابلي رانا ما نعجنوهاش بالاصابع فقط، وهنايا لكن هنا راني نعجنوها عادي. هذه نصيحة تانية. كاينين اللي تلقاها تلمو كي الصابلي، لا. نبقاو في الرش هنا، ما نروحوش نحطوا هذاك الماء كامل وما زهر. نبقاو في الرش حتى نتحصلوا على هذيك العجينة تكون طريه، يعني ما تغلبناش كي نطرحوها، ولا ما نخليوهاش يابسه اللي تزيد تغلبنا تتشقق لنا وتتحل وما نقدروش حنا نطبعوها يزيد تكمش لنا. هكا نلمها ونعجن هكا.
نعجنها عادي ها كيما تشوفي، حوالي دقيقة أو دقيقتين حتى ندخلو يعني العجين مليح، وتعود لنا هذيك العجينة طرية وملسة. كما قلت لكم حوالي دقيقة أو دقيقتين فقط. وانتي حابة تتعلمي يعني وتستعملي، خاصة المبتدئات اللي حابة يعني تتعلم، استعملي حتى كيلة صغيرة يعني بالفنجان، حتى بالفنجان. هنا راهي تجيك كمية ما شاء الله، وهذا هي العجينة اللي تحصلت عليها، تكون طرية قلت لكم، تكون متماسكة. هنايا واش ندير، نروح نقطعها. هذا هو شفطال لي انا حوالي ربع كأس هذاك من الخليط من الماء وماء الزهر. وانتي هنايا قادر تستعملي هذاك الماء كامل، وقادر لا، يعني هنايا حسب نوعية الفرينة اللي استعملتيها. هنايا المبتدئة قادر تستعملي كبيرات تاعك صغار، قادر تكبريهم، ومن الاحسن يعني حتى ما تبقالكش كل مره تخرج لك هذيك لي شيط، استعملي بالكريات الصغار فقط. انا هنايا يعني استعملت 3 كريات، نلوزهم كيما هكا ونحطهم في كيس بلاستيكي ونخليهم يرتاحوا حوالي ربع ساعه حتى نصف ساعه. الساعه يعني حاجه مليحه، كل ما خليتيهم كل ما حاجه مليحه. هنايا بعد ربع ساعه رجعت لهم، شوفي حتى تلقاي العجينه هذيك زادت سيبت روحها هكا وتعود ملسه، يعني تساعدك في الخدمه. هنا نستعيب بالنشا اللي هو نشاء الذرة، نرشو هنايا في طاولة العمل، ونبقاو في طرح هذه العجينة. اي تساؤلات عن القريوش انا يعني جاهزة نجاوبكم عليه. يعني هنا في الفيديو هذا حبيت نعطيكم كل اسرار القريوش، حتى يعني اللي ما يصلح لهاش وما يجيهاش مورق وما يجيهاش، يجيها معجن، يجيها ثقيله الحبه كي تعسلها. يعني هاني عطيت لكم كل التفاصيل في هذا الفيديو. نستعين هكا دائما قلت لكم بالنشا، ما نكتروش، ولكن نستعين به كل ما نحتاجه انايا نرش. من الاحسن انا نستعمليها بشكل طولي حتى ما يخرجولكش لي شيط هذوك ياسر. مشي هكا على الجوانب، مشي على الطول، يطمي يعني على شكل مستطيل. مشي الجوانب ما تخليهمش غشيان، رقيها هنايا. نزيد نرش نشاء الذرة، نمسح هكا الزائد هذاك الفائض من نحيوه ما نخليوهش. نطبقها انا الجهه الاماميه اللي من جهتي انا، نطبقها للنصف، ونزيد نجيب نحط النشا، ونزيد نجيب الجهه المقابله ونقابلها من بعضهم كيما يعني نطويو المسمن. نزيد نرش هكا الجهه العلويه. حاجه سهله صدقوني، حاجه سهله، تبعي فقط. نطرح بالحلال على شكل طولي، نرش حتى ما تلصقليش هكا وتجيني سهله. حتى الحواف يعني مشي الحلال حتى يجي على استقامه واحده. ما حبيتش نزرب لكم الفيديو يعني حتى تشوفيني حتى كيفاه نطرح. كاين اللي ما يعرفوش يروح تستعمل الحلال شكل دائري، ويعني تخرج لي شيط ياسر وعليه كيما هكا. يعني حبيت نعلمك يعني من قلبي هكا. زدت رشيت انايا نشاء الذرة هكا ونمسح دائما. شوفي كيفاه، ونزيد نطويها كيما مثل العاده، الجهه المقابله في النص، ونزيدو نجيبو الجهه الاخرى نحطوها مقابله للجهه اللي طويتها، يعني الجهتين يجيو مقابلين بعضهم. ونخليو هكا حوالي نصف سنتيمتر هكا كي نطيوها ما تلصقش هكا. وهاو الفيديو يعني واضح. نعدلو هذيك الجوانب الحواف تاعها كيما تلاحظي،
ونحطوها في كيس بلاستيكي، نخليوها تزيد ترتاح. وحتى الكرات اللي بقات لي يعني نحضرهم نفس الطريقه، لان الفيديو راهو طويل. انا حضرت لكم وحده فقط وانتم حضروها بنفس الطريقه. هنايا نروحو خليتهم ارتاحوا حوالي 10 دقائق. جبت هنايا انا قطعها، ودائما نستعين بالفارينه. نجيبو الكره الاولى اللي عملناها كيما هكا على الشكل هذا، ونبداو نطرحوها. الفارينه نستعين بها من الجهه السفليه ومن الجهه العلويه، ما نمشيوش على شكل دائري، دائما نمشيو كما قلت لكم على شكل مستطيل او مربع بشكل طولي. هكا نقلبوها باه نزيدو نسهلو علينا تمشي لنا ليه. يمشي حسب الكرة تاعك، اللي كان كبيرة على هكا امشي ما تخليهاش خشينة، حاولي ترقيها حتى تبان معاك طاولة العمل. هاي شوفي كيف تبان معايا طاولة العمل. نحيو هذيك الحواف. هنايا عندي انا هذا المقياس اللي خديته حتى يجيوني الحبات متساويه. هنايا عندي 12 سنتيم على 10 سنتيم، وانتي حضريها كيما تحبي هذيك الورقه او الكرتونه، يعني المقاس اللي تحبيه. هنايا المقاس جاني كبير ما شاء الله، ويعني الله يبارك كي تحطيه هكا في صحن يجي ما شاء الله. الله يبارك هكا شفتيه في بدايه الفيديو. نحيو الحواف وما نروحوش نحطوا الحواف هذيك ننساوها نحطوها على جهه هكا. هذه نصيحه، حطيها هكا شوفي كيفاه نطيها. شوفي على بعضها كيما هك، ونروح نحطها في كيس بلاستيكي ونخليوها في الاخير تجيني سهله وتجيني طريه، يعني ما تصعبش خدمتها. هنا نقيسوها على هذا المقياس هذا بالشكل الطولي والعرضي بالاستعانه بالقطعه هذه. قطعوها كامل كيما هك تجينا سهله. نتمنى ان شاء الله ما تكونوش قلقتوا من الفيديو هذا. صدقوني انا قاعده نعت لكم من قلبي هنايا، حتى المبتدئه اللي جامي دارتها راهي تحضرها وراسها مرفوع. هاي هنايا قطعتها. هنايا الكره هذه جابت لي قداه هنا 8 الله يبارك ما شاء الله، وكبار ما شاء الله. هنايا واش نديرو كل يعني مربع هذا او مستطيل نحلوه نستعملوا له هذيك الاشرطه هذيك نخليه 1 سنتيم من الاسفل و1 سنتيم من الاعلى، ما توصلوش للحواف باه ما تمزقش معنا هذيك الاشرطه. هنا العدد تاعهم يعني درتهم عشوائي. نهز هذيك اللي قطعتها ننفضها كيما هكا ونروحوا نطويوها باه يتحلونا هذيك الاشرطه، ونطويها هكا الفتحه عند الفتحه كيما هك، ونزيد نطويها ونضغط على الحواف الجوانب، نضغط من الجهه العلويه ومن الجهه السفليه ويعني ونديرها هكا نشكلها. هنا ما بانتش، دوك نزيد نعاود لكم واحده اخرى. ما كنتش منتبهه باللي الكاميرا راهي ما تصورش فيا. قلت لك قطعيها، يعني انا قطعتها تحبي تحسبي ديري نفس العدد ديري، يعني لكي هذيك يعني كيما تحبي نتيا. انا درتها عشوائي فقط، ما توصليش للحواف دائما. ها هي شوفي نهزوها كيما هاك ننفضوها حتى نشوفوا الاشرطه هذيك باللي نتاكدوا باللي راهي مفتوحه. نطويها شوفي كيفاه نطويوها، نزيدوا ننفضوها هكا، ونزيد نضغط على الجوانب ونزيد نطيها طيه الثانيه. ها شوفي كيفاه ندير لها هكا حتى هنايا كي نديروا هكا يترتبوا هذوك الاشرطه، ونضغط على الجوانب دابا ما يتمزقوش، وباه كي نحطوها من بعد نحطوها الثقله ما تتحلش.
شوفي كيفاه نجيب هذيك نقسمها، يعني عينك ميزانك في النصف، وندخل هذيك الجهتين في النصف ونجبدوها بالجهه بيد، يعني بالاصابع، وهذيك الزائد نحيوه بالقطع. يعني الفيديو عاودي فقط راهو ساهل وراهو واضح. ها شوفي كيف ما شاء الله كي تحطيها في الزيت راهي تتورق، وكل كل شريط يجي باين. شوفي هنا حبيت نعد لك واحد حاجه، كيت هنايا ملاحظه ونصيحه، كي تمزق لك من جهه مثلا من جهه من الجهتين. شوفي هنا ما تروحيش تعاودي العجينه تبقى غير تعاودي، لا عادي اطويها نورمال. ها شوفي وضغطي على هذيك من تحلت لك ونفضيها عادي. شوفي مسكي فقط بالاصابع هكا. شوفي كيفاه. ها هي ما حبيتش انا نحي هذا عمدا الفيديو هذا، حتى يعني باه ما تبقايش تعاودي وتعاودي، وهي الطريقه سهله. شوفي هاني طب يعني شكلتها عادي. ضغطي من هنايا نحي هذيك الحواف، وهاي تشكلت معي حبه عاديه. نروح نقليه هنا. ما الفيديو راهو تنحالي سامحوني فقط. نحطه على الزيت يكون ساخن، على زيت متوسط. زيت نقول لك حراره متوسطه. نقليوه من التحت ونزيدو ما نقيسوش حتى يتورق، بالاستعانه بالملعقه والفرشيطه. نحاولوا هذوك نفتحوا هكا الفتحات راهم يتفتحوا اكيد. وقليه كيما اللون الذهبي كيما هكا تلاحظيه. هنايا حطيه في كسكس حتى يقطر، وما تعسليش، عسلي غير الحوايج اللي تحتاجيه. اللي ما تحتاجيش حطيه في علبه بلاستيكيه. كل ما تحتاجيه عسليه عادي في عسل يكون دافئ، وزينيه بالجلجلانيه وشهيه طيبه. اي تساؤلات راني تحت امركم. الى فيديو اخر ان شاء الله. شهيتكم في الجنه. باي.